مصر بها مجموعة من المستشارين تقدر ب 222 ألف مستشار فوق ال60 يتقاضى سنويا ما بين 20 و 22 مليار جنيه. السؤال لماذا؟ لماذا أنا أعين واحد هو فوق 60 يقعد في قلب بيته يرتاح بقى نتاج العمل الوظيفي؟ هيقولوا والله ده راجل خبرة نادرة. أنا رأينا زي الدول، إحنا مش عاوزين نخترع العجلة واللمبة الكهرباء بعد العالم ما اخترعها. لو أنا النهاردة موجود في الشغل بتاعي واخر 3 سنوات او 4 سنوات ما حطيتش كوادر للصف الثاني والصف الثالث، لما اجي اخرج معاش احرم من المكافأة بتاعتي واتحط في السجن، لان انا كده بربط العالم برجليا. ما ينفعش. هو ده الصح. هنقول ده الراجل ده خبرة في مكانه، طب انت ما دربتش ليه الصف الثاني والثالث؟ هي دي الإشكالية، إن مصر ما بتقومش بالإنفاق على التدريب أو على الصيانة. يعني أنت صيانة الثروة العقارية